منفصلة عن هذا الفضل، فهذه القرية هي التي أنجبت المرحوم الأستاذ عبد السلام النادي رئيس التلفزيون المصري، الذي عينني في التلفزيون المصري مذيعا في القناة الخامسة في الإسكندرية، بعد أن كانت الاختبارات قد رفضتني لمرتين. فجئت إلى هنا، إلى قرية بالدين، إلى شقيقه والد الزميل مصطفى النادي مخرج برنامج مصر اليوم، حيث قام بمحادثة أخيه المرحوم الأستاذ عبد السلام النادي لكي ألتحق بأول اختبار في شهر مايو من عام 91، وأحمد الله أن تم اختياري في هذا الاختبار لكي أعمل في القناة الخامسة بالإسكندرية.